يعني الحاج توفيق ابويا، هو بيقول لك الواد ابراهيم ابن، انا بقول بقى الحاج توفيق ابويا. كنت مره يعني مش كنت مره، كنت بحب اكل الكلب حاجات حلويات فيها سكريات. فقام جاي قال لي لا، ما تاكلش الكلب سكريات، عشان هو طبعا عمل الحوار ده عشان حاجه معينه يعني. قال لي ده الكلب ما عندوش بنكرياس. ها؟ اه، ماشي. آه ف يعني الموضوع ما تفتيش قوي يعني انا مش عاوزك برضو تفتي قوي في موضوع التربيه ده. هو اقنعني بطريقه او ما، هو اقنع وقال لي ان الكلب ما عندوش بنكرياس. وطبعا الموضوع ده فضل معايا لحد ما عندي 25 سنه، لحد ما اكتشفت ان الكلب عنده بنكرياس عادي، واي حيوان عنده، ده طبيعي، اي حيوان عنده بنكرياس. ما ينفعش كلب، ما ينفعش حيوان ما يبقاش عنده بنكرياس. فيعني الفتوى دي هو طبعا كان رجل مثقف. فانا كنت باكل الكلب حلويات، فالكلب طبعا كان بيجي له نوع من الهياج، واحنا كنا قاعدين في شقه، فكان الكلب يقعد يجري يمين وشمال وممكن يوقع الفازه يكسرها. فبدل ما يشتم ويعمل الموضوع بطريقه عنيفه، قام ده قال لي ايه؟ قال لي ده الكلب ما عندوش بنكرياس، انت مش بتحب الكلب؟ اه انا بحب الكلب يا بابا. طب انت بتحب الكلب يا حبيبي؟ الكلب لو اكل سكر ممكن يموت، فما ينفعش، اصل الكلب ما عندوش بنكرياس. فانا اقتنعت، فضلت مقتنع والله. طريقته، طريقه حواره خلتني مقتنع لحد ما عندي 25 سنه، لحد ما حد صدمني وقال لي يا ابني الكلب عنده الكلب عنده بنكرياس عادي. امال ازاي يعني؟ تمام. فشفتوا اسلوب الحوار في التربيه جميل جدا. بس بلاش بقى ايه يعني سنه الفاتيه دي، بلاش يعني لما تيجي بقى تربي، بلاش بقى ايه يعني. انت هو اقنعني بان الكلب ما عندوش بنكرياس، يا حول ولا قوه الا بالله، لحد دلوقتي. بس نفذ اللي هو عاوزه من غير عنف، من غير زعيق وشخيط وضرب، ولا ما تاكلوش سكر وتش وتش وتش، لا لا، بالراحه خالص، بالراحه وبطريقه ذكيه جدا. خلص من الحوار.